ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن الحاجات اللي انا اشتريتها من صيدليات مصر، بالذات حاجات الشعر. والناس اول ما تشوفني انا عاليه فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لينا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. طيب، هو الناس اللي متابعاني على الفيسبوك انا كنت طلعت لايف فيديو من الاوبننج بتاع صيدليات مصر. هما كانوا عازميني على الاوبننج بتاعهم اللي هو في دجله، او يعني هو ما يعتبرش دجله قوي، يعني هو نفس صف دماس بعديه بكام محل في المعادي، عشان بس الناس اللي بره المعادي مش هيبقوا عارفين دماس، بس احنا عندنا في المعادي دماس ده يعني معروف يعني. المهم كان الاوبننج حلو جدا، وكانوا بيوزعوا جافتس على اي حد بيجي، كانوا بيوزعوا حمامات كريم وشامبو وحاجات كتير. حتى في اللايف فيديو قلت لكم يا جماعه اي حد في المعادي تعالوا خدوا الجافتس وكده، وناس كتير من الصفحه جم وخدوا الجافتس واتبسطوا ساعتها في اليوم ده. يمكن انا دايما لما بروح الصيدليات بلاقي الدكتور في وشي او الاسيستنت يقول لي ايوه حضرتك عايزه ايه، بتسالي على ايه، فبتكسف ان انا اقول له لا انا عايزه الف وابص بس او كده. بس يومها كان عندي الوقت ان انا ابص مره واثنين وثلاثه وادور واشوف اللي انا عايزه اشتريه من غير ما حد يسالني ويقول لي عايزه تجيبي ايه او كده، لان انا يعني بتكسف لما بخش الصيدليه والاقي حد كده فوق دماغي، فبتكسف يعني بخش اقول اللي انا عايزه اشتريه وخلاص. فالمهم اشتريت لكم حاجات كتير جدا، حاجات معظمها للشعر علشان الناس اللي بتسألني على الحاجات الشعر وكده. خليني اوريكم الحاجات، نخش في الموضوع على طول. خليني اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. اول حاجه طبعا يعني الحاجه انتوا يعني مش هتتفاجئوا ان انا اشتريتها، لان انتوا اكيد حافظين ان انا بحب استخدمها. اول حاجه جبتها من عندهم الجي كي اللي هو الشامبو والكونديشنر. انا بس عايزه اقول لكم عشان الناس الجديده على الصفحه اللي ما شافتش فيديوهاتي القديمه، كان في فيديو كده انا كنت منزلاه من سنه عن الحاجات اللي انا بحب استخدمها لشعري، من ضمنها الشامبو والكونديشنر ده جي كي. انا كنت ساعتها ما كنتش عارفه ان هو بيتباع في مصر، كنت جايباه من امازون. بس بعد كده عرفت انه عادي يعني توكيلهم موجود في مصر، فهم موجودين عادي في الصيدليات، وهتلاقي مليون في المية ان هو اوريجينال. يمكن الشك انك تلاقي ان هو فيك على امازون، لو انت هتجيبيه من بره لازم تبقي متاكده ان السيلر ده بيبيع اوريجينال. انا يعني قعدت فتره بقى، يعني هي بس اول مره جبته من امازون، وبعد كده فضلت بقى اجيبه عادي من الصيدليات. يمكن حتى يعني انا جايبه لكم ازازه فاضيه من الحمام، دي كانت عندي، يعتبر دي رابع ازازه مثلا او ثالث ازازه عندي. انا بحب جي كي جدا لانه بيخلي شعري فعلا شكله هيلثي، بحس فعلا ان شعري بقى ابن ناس. ده من ضمن الحاجات اللي انا اشتريتها من هناك. انا بس عايزه اقول حاجه، دايما حاجات الشامبو وحاجات الشعر وحاجات السكين كير بتختلف من فرد لفرد. يعني ممكن شعرك ما يجيش عليه، وممكن ناس كتير شعرهم يجي عليه، فمش دايما لازم الحاجه ان النتيجه تبقى عليا هي نفس النتيجه عليكي. انا بس عايزه اقول النقطه دي علشان بس محدش يقول لا انا جربته او لقيته عادي او كده، بس يعني انا خليت بصراحه معظم صحابي يستخدموه، وناس كتير فعلا عجبهم وبقوا على طول بيستخدموا الشامبو ده. فده من ضمن الحاجات اللي انا جبتها من عندهم. دي كانت كده يعني مش حاجه جديده اجيبها من عندهم، كده كنت متعوده عليه. تاني حاجه دي اللي مكنتش لاقيها في الصيدليات فعلا، اللي هو المثبت ده. الناس اللي بتروح البيوتي سنترز الكبيره هتبقوا عارفين انه كده هما بيحبوا يستخدموا ده. كتير قوي كنت قاعده بسال بيوتي سنتر تجيبه منين، انا عايزه اجيبه وكده، فدايما يقول لي هتلاقيه في الصيدليات بس مش هتلاقيه موجود لان هو مستورد، لان هو مصنوع في انجلند، فدايما ما كنتش بلاقيه. وفعلا لما كنت بروح الصيدليات حتى اكبر الصيدليات ما كنتش بلاقيه. ففرحت ان هو لقيته بيتباع في صيدليات مصر، فاشتريته على طول. بجد من احلى مثبتات الشعر اللي انا يعني بستخدمها. هو very strong يعني بيثبت جدا، وفي فيتامينات بقى، وفي يعني في قصص، يعني تحسي ان هو مش بيأذي الشعر، لانه في كتير قوي مثبتات شعر بتأذي الشعر فعلا، لكن ده لا يعني مثبت شعر محترم جدا، فانا مبسوطه ان انا جبته. حاجه ثانيه بقى اكتشفتها من عندهم، انا بصراحه كنت اول مره يعني اشوفها عندهم، اللي هي الضوافر. في نوع كده من الضوافر اسمه امبريس، انا يعني هصوره لكم من قريب.
انا بصراحه دايما كنت بشوف الضوافر مقاساتها كبيره، ودايما بحس انه هو مين ممكن يحط الضوافر دي، مش بحس ان هو شكلهم طبيعي. لكن امبريس عجبني فيه في الضوافر ان شكلهم طبيعي، وفي نفس الوقت مقاساتها صغيره، وفي نفس الوقت اشكالها حلوه قوي قوي. يعني انا عايزه اوريكم الشكلين اللي انا جبتهم. وفي نفس الوقت هي الواحده ب 100 جنيه تقريبا 100 او 110 حاجه كده. الفكره بقى اللي عجبتني فيه اللي مختلفه عن باقي الضوافر اللي انا شفتها، ان هو مش محتاج جلو، هو اوريدي فيه جلو، بمعنى ان انت مجرد بس يعني بتشيلي النيل، بتشيلي بس الورقه اللي من تحتيه وتلزقيه على طول، مش محتاج ان انت بقى تحطي له جلو وتحطي زياده تحطي قليل فيتفك منك والجو ده. بالنسبه بقى للصن بلوك، الناس اللي متابعاني اكيد هيبقوا عارفين ان انا اكتر صن بلوك بجد بعشقه بقالي مثلا سنتين بستخدمه، اللي هو لاروش بوسيه. كان في فيديو كده من 8 شهور تقريبا، كنت عامله فيديو عن الحاجات اللي بحب اخدها معايا وانا رايحه البحر، كان من ضمنها الصن بلوك ده، وكنت قلت لكم ان انا بستخدمه مش بيخليني اسمر ابدا. انا جربت كل انواعه بصراحه، جربت كريم وجربت اللوشن، بس بالنسبه لي اللوشن يعني كان اسوأهم، انا ما حبيتهوش. اولا انا عشان بشرتي سمرا شويه فبيبقى عامل ابيض قوي على جسمي، بلس انه very liquid، يعني بيقع بقى مني في الاوضه يعني very liquid، فانا ما حبيتش بصراحه اللوشن. بس انا بالنسبه لي كريم كان حلو جدا، فعشان كده استمريت ان انا اجيب الكريم. السنه دي عرفت ان هما عملوا نوع جديد من الصن بلوك بيبي كريم، دي درجه خفيفه اقدر احطها على وشي ويبقى شكلي حلو وكده. دورت على يعني لفيت على كل الصيدليات الموجوده ما لقيتوش، ففرحت لما لقيته موجود في صيدليات مصر. بس هو غالبا عشان لسه جديد فكل الصيدليات لسه ما جابوهوش يعني. حاجه تانية بقى، ده برضه اكتشاف حلو جدا جدا، يعني انا بصراحه ما كنتش اعرفه. في كريم كده مرطب للشفايف بتاع نوكس، تمام. انا عايزه اوريكم شكله. هو يعني انا اللي اتشجعت اللي خلاني اشتريه ان هو بيج براند، يعني مش حاجه انون او كده، وشكله عامل كده، تمام. البنت هناك في المحل قالت لي فكره حلوه قوي ان انا ممكن استخدمه كمقشر، ان هي بتحط عليه سكر وتفضل تعمله حركات دائريه على شفايفها فبيبقى مقشر برضه. انا جربته، كان ساعتها كان قبل ما احط ميك اب في يوم فجربته. انا لما جربته حسيت ان هو نفس ريحه ونفس الفورميولا بتاع الكريم بتاع اوريجينز اللي انا كنت جايباه من سيفورا بالظبط. يعني انا بحطه كنت حاسه ان انا بحط الكريم بتاع سيفورا، فحلو قوي وعجبني، ونفس الريحه بالظبط ونفس كل حاجه. هو ريحته قلبه على اورنج كده شويه، فده من ضمن الحاجات الاكتشافات الجديده اللي انا اكتشفتها واللي عجبتني فعلا وجربتها. حاجه تانية بقى الديودرنت، ناس كتير قوي لما نزلت الديودرنت بتاع ليدي ستيك تقريبا، انا مش فاكره كان اسمه ايه، ناس كتير قالوا لي ده انتي سبيرنت ومش عارف ايه، معرفش اسمها ايه دي، ده هو مضاد للتعرق فده غلط ومش عارف ايه. فانا حبيت ان انا اجرب حاجه تانية، قلت خلاص بلاش ده، خلينا اجرب حاجه تانية. فلقيت اللي هو يور ايج ده نوع جديد، انا يعني مش حابه اجرب ريكسونا تاني، مش حابه اجرب الانواع اللي هي المعروفه تاني. فلقيت الديودرنت ده ريحته مش يعني، انا بحب الديودرنت اللي ريحته مش بتبقى باينه، اللي هي مش ريحته محدده او كده، انت ممكن ما تعجبكيش الريحه. لا عجبتني ان هو اتس كايند اوف طبي، يعني ملوش ريحه معينه، وفي نفس الوقت ديودرنت محترم. يعني انا جربته تمام، كان كويس جدا. حاجه تانية لقيتها برضو هناك بيبيعوها، اللي هو حمام كريم لوريال اسمه ليست انليميتد. انا بصراحه ما جربتوش قبل كده، دي اول مره ان انا اشتريه، بس لفت نظري ان البنت قالت لي ان انت لما بتستخدميه شعرك بيفضل 4 ايام مفروض. سالتها اذا كان في كرياتين بروتين مش عارف ايه انجريدينتس بسيطه من الحاجات دي، قالت لي لا. فخليني اجربه واقول لكم حلو ولا لا، برضو من ضمن الحاجات اللي انا اشتريتها. حاجه تانية بقى لناس كتير قوي سالوني عنها، اللي هو الفيتامينات الشعر والضوافر. في براند اسمها فايتو، دي انا كنت كده عارفاها ان هي بتتباع في سيفورا وفي التا، كنت شايفه ان هي بتتباع في مصر. لو عايزين تشوفوا ريفيوز بتاعه الناس عنها خشوا على سيفورا شوفوا الناس كاتبه ايه، وعلى التا شوفوا كاتبين ايه. انا بصراحه ما جربتوش قبل كده، بس لقيت انه ريفيوز معظمها حلوه، يعني في ناس قالوا انه ما جابش نتيجه معاهم، وفي ناس كتيره قالوا انه لا جاب نتيجه حلوه معاهم وضوافرهم بقت اقوى، شعرهم بقى اتقل وبقى هيلثي اكتر.
فانا يعني اشتريته، انا كنتش عارفه ان هو بيتباع في مصر، فتمام لقيته في الصيدليه دي فاشتريته. هو مكتوب عليه ان هو فيتامينات B2 B5 B6 C، وفيتامينات الزنك، يعني فيتامينات عاديه ما فيش فيها مشكله. فهجربه لو طلع حلو هقول لكم عليه برضو. اخر حاجه، وده كان بالنسبه لي اختراع بصراحه، ما كنتش عارفه ان في حاجه كده اصلا. براند اسمها سبيكترال لاش، هو اي لاش ستيميوليتور. ده هو تريتمنت، يعني ده مش مسكرة، هو تريتمنت بتحطيه على رموشك بتبقى طويلة وبتبقى كثيفة. انا بصراحة كنت اول مرة اعرف ان في حاجة بتتباع كده في مصر. لما الصيدلي قال لي عليه، انا كنت حابه اتاكد اذا كان فعلا حلو ولا كده، فقلت له طيب يعني في ناس فعلا اشتروه قالوا انه حلو يعني واشتروا منه تاني. قال لي انه البيوتي ادفايزر عندهم يعني بتستخدمه، فقال لي طب ثواني استني هنديها لك. والبنت جت وقالت لي طبعا انا بستخدمه، وورتني رموشها. فلقيته انه حلو يعني عجبني. انا لسه مجربتوش، بس بناء على كلام البنت وشفت رموشها لا كانت عجباني. قالت لي ان هي بتستخدمه مره او مرتين في اليوم، بتحطه كانك بتحطي ايلاينر فوق جذور الرموش. بتقولي ان النتيجه ظهرت من بعد 10 ايام، فتمام يعني انا صراحه عجبتني القصه وعجبني ان البنت فعلا جربته وكده، فخليني اجربه ولو طلع حلو اقول لكم عليه يعني في فيديو لوحده. فده برضه من ضمن الاكتشافات اللي انا اكتشفتها عندهم. بس فهي دي الحاجات اللي انا جبتها لكم للشعر وكده، يا رب اكون افدتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.